فرخة مشوية بدون شواية، معمولة في فرن البيت عادي جدا بس بطعم الحاتي، وهتطلع أحلى وأطعم من أشطر كبابجي. سهلة وسريعة وتجهيزها ما بياخدش غير 5 دقايق. شامم الريحة يا مؤمن؟ حاتي. يلا نوريكم الطريقة. السلام عليكم حبايبنا في الله. معانا دجاجة مغسولة ومنقوعة في مية وملح وليمون. ناخد الدجاجة على لوح التقطيع. طبعا لو حد فيكم مش عارف يعمل الخطوة دي خلوا بتاع الفراخ يعملها لكم عادي، يعني ما فيهاش مشكلة. احنا هنعوز نقطعها منين عشان لو هتوصفوا لبتاع الفراخ؟ من الصدر كده من النص. بسم الله. نقلب الدجاجة كده على ظهرها بعد ما قسمنا، وندي دوسة حلوة كده عشان ايه؟ تكسروا العظمات. ركزوا معانا، ركزوا. هنيجي من تحت الجناح هنا كده ونفتح كده، نفس الكلام الناحية التانية عشان تبقى فرخة عرايس. فرخة عرايس؟ مش عارفة كده؟ مش عارفة؟ كبابجية لما بيفتحوا الفرخة من عند الجناح كده والصدر، والجناح كده والصدر بيسموها ايه؟ عرايس. لا والله يعني بصي، انت لو عاوزة فرخة شواية هتقولي له عاوزة فرخة شواية. لو عاوزة فرخة على الفحم هتقولي له عاوزة فرخة شيش. لو عاوزة فرخة متفتحة كده هتقولي له عاوزة فرخة عرايس. أول مرة أعرف المعلومة دي من مؤمن. يعني دي فرخة ايه؟ عرايس. واخر حاجة بقى في الدجاجة، احنا عارفين ان شكلها متعب بس النتيجة تستاهل. ايوه. ناخد الدبوس كده طول كده، طبعا خلي بالكم من ايديكم عشان ايه لو انتوا اللي بتعملوا يعني. وقطع برضو الورك كده. ايوه دي فرخه مسحبه، فرخه. الميزه في كل الفتحات اللي احنا بنعملها دي ان الفرخه دي مستحيل تطلع زفره، فهيطلع طعمها عظيم. ونيه اهم حاجه، مش هتطلع استحاله فيها حتت نيه. يعني نيه دي ناس كتير هنقول بتعرف تسوي، مش ناس كتير. ناس كتير بتتضايق من الفراخ عشان زفره. الطريقه دي بقى بتخلي التتبيله تبقى في كل فتفوته. معانا بقى بصله مفرومه مبشوره. خلينا بسرعه جوه عشان الدموع. معانا بصله مبشوره. انا ايدي مصابه ما بقدرش ابشر. هننزل عليها بقى بايه؟ فلفل اسود، ملح، جنزبيل، شويه قرفه صغننين خالص، توم باودر، وشويه صغيرين جدا بابريكا مدخنه. وخلي بالكم ان البابريكا لما تزيد كتير مع الفراخ بيقلب طعمها مش حلو. وننزل بمعلقه زيت. هم اخر حبه. اخر معلقه زيت عندنا، اللي عنده زيت يجيب لنا بقى. كده ما بقاش عندنا زيت. كل مرة لازم يعمل إصابة. هدايا هندي ميكس كده، نقلبها على الظهر كده وناخد شوية ونبدأ ايه؟ نتبل كده بقى كل حتة. بصوا يعني ايه أهم حاجة؟ الزخانيق احشروا فيها كده، شايفين؟ بصوا افتحوا كده احشروا كده. كل زخنوق لازم ياخد بصل. وتفتحوا جلد الدبوس كده. هاتي الصينية ياما. هاتي الصينية كده تحتها، وناخد الصينية ونقلبها على الجزء ده من تحت. بقية التتبيلة الصدر كده. اهتموا بالصدر جدا عشان انا بحبه قوي. والله الصدر ده احلى حاجة. ماما بالذمة، ماما الصدر احلى ولا الورك؟ لا الصدر طبعا. فهيمة ماما اكيلة. انا بعشق احساس التتبيل واللغوصة. انا بعشق اللغوصة. استني هتشويهم؟ طبعا ده اهم حاجة، الكبداية والقناصية والقلب. تتبلهم بقى. ما هو هاخد بصي شوية كده، وبعدين انا هحطهم تحتها، يعني نتبلهم بشوية بتاعات كده. نعمل كده كده. انت بتعمل فطير. تحتها ليه؟ تحتها عشان لما ينزل عصاره تطريها من نص ساعه لساعه في التتبيله كده، وبعدين نشغل عليها الفرن الرف الاوسط لغايه ما تاخد لون على درجه حراره 180، والفرن يبقى سخن يعني. اظن بجد الريحه بصي يعني بجد انا عاوز اقول لك على حاجه. في بصل بيتدلق في الصينيه كده، فانا دقته، هي مشويه حرفيا، شوي. ايوه شوي صريح، كانكم عاملينها على الفحم. يعني مش عايزه اقول لكم بقى في الطراوه والطعم ايه والنظافه. الله. مشويه. ايه ده؟ انا عندي مشكله واحده. ايه؟ هو مش انت قعدت تقول اسكتي بقى. ايه ده؟ اقسم بالله مشويه دي احلى من المشويه. احلى من اي حاجه. ليه بقى؟ عارفه ليه احلى؟ ليه؟ عشان هي فيها ميزه الفحم ما بيعملهاش. الفحم بينشفها شويه. ايوه بيحرق. دي طريه، دي بقى جوسي كده من جوه. لا الصراحه ومن بره. بص وريحه الشوي هتملى لكم البيت. عظيمه فعلا والله من بجد. الحاجات القليله اللي طعمها جامد جدا. ايوه هتعتمدوا طريقه الفراخ دي في البيت. يعني طريه، طعم شوي، ما فيهاش تتبيله مزعجه، وفي نفس الوقت ما فيهاش زفاره خالص. هتشرفكم بجد. محدش هيصدق ان انتوا عاملينها في البيت اصلا. تاخد 10 من 10 وبوسه مش نجمه. ايوه. مع سلطه حاتي بقى انسى. دي حقيقه. وجربوها هتدمنوا. ودمتم سالمين. والى اللقاء في رعايه الله.